كلشي بخير لاباس عليكم الحمد لله. المغاربه سبوعه ورجاله. موضوعنا اليوم على المغاربه والسبوعه، ماشي الفريق الوطني لكره القدم وانما السبوعه ديال بصح. اسود الاطلس مكون اساسي من تاريخنا ومن ثقافتنا الشعبيه، ومن عهد الرومان الى نهايه القرن 19 المغرب كان يصدر الاسود. غنشوفوا هذه الصوره هذه، الرئيس الامريكي اللي المفروض انه اقوى رجل في العالم ملي كيتلقى هديه بحال هذه هو مضطر مجرد العوده ديالو الى بلاده ان يسلمها إلى الخزينة العامة الأمريكية، ولا يستطيع الاحتفاظ بها بسبب قانون أسود الأطلس. السبوعة ديال المغرب من 200 سنة كانوا السبب في قانون لا زال يطبق إلى اليوم على جميع الرؤساء الأمريكيين والسفراء الأمريكيين أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بأي هدية تفوق قيمتها $400. قبل ما نشوفوا هذا القانون وسبب النزول ديالو، خلينا مع هذه الصورة هذه. شعار المملكة المغربية، العرش تحت حماية أسدين. اليوم غنفهموا الرمزية ديال هذا الشعار هذا، شنو المقصود بهذوك السبوعه. شكون اللي كان تيخاف من الاخر؟ واش المغاربه اللي كانوا كيخافوا من السبع، ولا السبع اللي كان تيخاف من المغاربه؟ وعكس ما نظن، ربما في نهايه الفيديو سنكتشف ان سلاله اسود الاطلس لم تنقرض، وانه حي يرزق، وانني الا حنا ما حافظناش عليه فهناك ناس اخرين حافظوا عليه وانه بخير وعلى خير وعايش حياته هو ووليداته. بقى معايا واقف. نحن سنه 1839 في مدينه طنجه، وبالضبط في السفاره الامريكيه في مدينه طنجه. هذه السفاره هي أول سفارة دارت الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ ديالها، كانت في مدينة طنجة وهي موجودة إلى اليوم. ما بقات السفارة، أصبحت متحف ويمكن زيارتها. السفير الأمريكي السيد توماس كير جالس في المكتب ديالو كيسمع الهراج والصداع والغوات والصوت ديال الطبولة والموسيقى في الزنقة، فهبط كيجري يشوف اشنو واقع. تلقى موكب ضخم والبشر مجموع، والطبولة يتقدم الموكب الوزير ديال سلطان المغرب، وحداه قفص فيه اسد ولبوءه. اش كاين ما اشنو كاين؟ قال لي الوزير هاد الاسد وهاد اللبوءه هديه من سلطان المغرب الى الرئيس الامريكي. السفير الامريكي كيشوف هذوك جوج السبوعه قال له ودي راه الرئيس الامريكي ما يمكنش يقبل هذا النوع ديال الهدايا. جاوب الوزير اذا غنصيفطوهم هديه الى الكونغرس الامريكي، حنا عندنا علاقه مع الكونغرس الامريكي ومراسلات واتفاقيات، صيفطوا للكونغرس الامريكي. فجاوبوا السفير اشنو غيدير الكونغرس الامريكي بجوج السبوعه، حنا راه ما يمكنش نقبلوا هذه الهديه. فالوزير المغربي قال لي هذا الكونغرس الامريكي شكون يصوت عليه؟ الشعب الامريكي. قالوا فاذا هذه هديه من سلطان المغرب الى الشعب الامريكي. هذاك السفير الامريكي مسكين كيشوف هذوك جوج ديال السبوعه تيقول له ودي كيفاش غنصيفط هذا الشعب الامريكي، الله يكثر خيركم، ولكن الشيء ما يمكنش نقبلوه. مني منك مني منك. الوزير هو يقول لي انا شوف انا غنجيك من الاخر، هاد السبع وهاد اللبوءه هديه من سلطان المغرب الامريكان، صيفطهم للرئيس، صيفطهم للكونغرس، صيفطهم للشعب، ربيهم عندك هنا في السفاره، شغلك هذاك. انا لا رجعتهم لعنده راه غادي يقطع راسي انا وغيعطي لك السبوعه يتعشاو به، وبناء عليه انا غنخليهم لك هنايا ونمشي بحالي ودير فيهم انت اللي بغيتي. وداك الشيء اللي كان خلى لي السبوعه ومشى بحال. السفير الامريكي لقى راسو واحد ما يقدرش يخليهم عنده، لان السفاره عباره عن فيلا ما كاينش فين يخلي فيها السبوعه. ما يقدرش يرجعهم لسلطان المغرب لأن رفض هدايا الملوك غتولي في أزمة دبلوماسية ضخمة. فقرر مراسلة الخارجية الأمريكية يسولوا أشنو خصو يدير. من حسنات الأرشيف الأمريكي أنه متاح. الرسالة التي أرسل السيد توماس كير إلى الخارجية والجواب وكل ما سيترتب عن ذلك متاح. كاين هنا أرشيف الكونغرس الأمريكي لسنة 1839. حنا غادي نقراو الرسالة ونشوفوا التبعات ديالها. الرسالة التي أرسلها السفير توماس كير إلى الخارجية هي هذه، وهي رسالة طويلة كيشرح فيها داك الشيء اللي قلنا دابا بالضبط، أنه كان جالس في أمان الله. جا عند الوزير ديال ذا امبرور الامبراطور بالنص راه في الشاشه، وجاب ليه جوج سبوعه وانه حاول بجميع الطرق يرفض، وقال ليه لا هادو هديه للرئيس، هادو هديه للكونغرس، هادو هديه للشعب الامريكي، وانه اضطر يقبل الهديه. كيسول اشنو خاصو يدير، كيقول لهم بان هناك اشاعه ان امبراطور المغرب، امبراطور ماشي من عندي راه من نص الرساله، ينوي اهداء 5 ديال الخيل اخرى الى الشعب الامريكي وكيتسنى التعليمات. رساله الجواب هي هذه، غادا تجيه نهار 12 نوفمبر 1839 من امضاء جون
فورسايث وزير الخارجية الأمريكي: لقد تلقينا رسالتكم ونعتذر أنكم تحطيتوا في هذا الموقف، وأننا ما يمكنش نخسروا الخاطر ديال The Emperor الإمبراطور، وبناء عليه تكلف بهذوك الأسود، وأول باطو لقيتيه سواء تابع للبحرية الأمريكية أو سفينة تجارية أرسلهم لينا، وحنا غادي نرسلوا لك تعويضات على الثمن ديال النقل. وبالنسبة لديك الخيل اللي سمعتي أنك توصل بهم كهدية، نفس المسألة. السفير الأمريكي من وصلته تعليمات نفذها، خدا ديك جوج ديال الأسود ودارهم في باطو وأرسلهم لأمريكا. المشكلة أن دوك الأسود غير وصلوا لأمريكا خلقوا صراع ما بين جوج ديال الرؤساء الأمريكيين، الرئيس اللي كان في هذاك الوقت فان بيرل، والرئيس اللي كان قبل منه كوينسي ادامز. واحد كيقول علاش قبلتي هذه الهديه، اشنو غنديروا بجوج السبوعه وكلفونا مصاريف كثيره ما كلتهم النقل ديالهم. والثاني تيقول لي انا مضطر نقبلها لانها من امبراطور المغرب وما يمكنش نرفضها. هذا الصراع وصل حتى للكونغرس. قبل ما نشوفوا التبعات ديال هذا الصراع هذا وشنو هو هذا القانون اللي تسبوا فيه اسود اطلس ولا يزال يفرض الى اليوم على كل الرؤساء الامريكيين، بغيت نوريكم جوج ديال الحوايج. سلطان المغرب او امبراطور المغرب كما يسمونه الامريكيون في هذاك الوقت هو سيدي عبد الرحمن. هذه الوقائع كانت سنه 1839. قبل هذا الشيء كله سنه 1832 كان ملك فرنسا لو لوي فيليب ارسل السفير ديالو الى المغرب في مهمه، وارسل معاه اشهر رسام فرنسي في هذاك الوقت اوجين دو لاكخوا. اوجين دو لاكخوا ريح في المغرب 7 اشهر ورسم هذه اللوحه اللي كنظن اغلبيتكم فايتين شايفينها. هذا هو سيدي عبد الرحمن، وهذا هو الموكب الملكي ديالو النقصه. هذه رسمها اوجين دو لاكخوا. في هذيك المده اللي ريح في المغرب دو لاكخوا خرج في رحله صيد مع مجموعه ديال المغاربه في جبال الاطلس، وشاف شي حاجه اللي ما عمره كان تيتخيلها، هي طريقه صيد الاسود. ما كاينش كيتخيل بان كاين نوع ديال البشر هذا السيف هو اللي غادي يهاجم على السبع، حيت بالنسبه لهم هما الفرنسيين اللي خرج لك السبع خاصك تهرب او لا غتي عليه بمكحله ولا فرديه ولا شنو عندك. المغاربه لا، المغربي هو اللي غادي يهاجم على السبع. فتيرمون تاثر بهذيك الشجاعه ديال هذوك الناس، دارت كاسه ديال اللوحات هما هادو وعندهم نفس العنوان: لا شاس او ليو او ماروك، صيد الاسود في المغرب. هذه اللوحات اصلا لا تقدر بثمن، وحده فيهم كاينه في متحف اللوفر في باريس وهي مشهوره جدا. شوفوا الشجاعه وشوفوا اجدادكم وشوفوا شكون فيهم اللي خايف من الاخر، واش السبع اللي خايف من المغربي ولا المغربي اللي خايف من السبع. بغيت نوريكم حاجه اخرى. قبل هذا الشيء كامل في القرن ال17 كان ملك فرنسي اخر طلب من لاكاديمي فرونسيز يديروا ليه لا ديسكريبسيون دو لونيفير، وصف العالم، مجموعه ديال المجلدات بلاد ببلاد، ارض بارض، قاره بقاره، وصف لجميع بلدان العالم. دارها الا مانسون مالي. اللي كيهمنا فيه هو المجلد المتعلق بالمغرب، صفحه 185. هذه خريطه المغرب في كتاب ملكي في المكتبه الوطنيه الفرنسيه سنه 1683. ها المغرب وسط الخريطه قرا مزيان شنو مكتوب تما: لومبير دو شريف دو فاس، ماروك، سوس اتسيتيرا. اراضي امبراطوريه الشريف ديال فاس ومراكش وسوس واشياء اخرى. الجزائر هذه الخريطه وكما كانت معروفه في هذاك الوقت ميناء صغير للقراصنه لا غير. الكتاب فيه وصف دقيق للمغرب والمناطق اللي فيه والسكان اللي فيه والزراعه والفلاحه والتجاره الى اخره. نمشي مباشره لما يهمنا: ديمون اطلس السبت فيروس، جبال الاطلس وحيواناتها المتوحشه. لزغاب نوم ان ليون اسد، بالعربيه يسمون لو ليون الاسد. الاسد حيوان مفترس. لو سو اي لا سول شوز كي لو في بور. السبع ما تيخاف والو، كيخاف غير من العافيه. يعني الناس اللي عندهم الكسيمه وكيسرحوا في الجبل كيشعلوا العافيه حدا الغنم ولا الماعز ديالهم باش السبع ما يقربش ليهم. هادو الناس اللي باغيين الحمايه ديال الحيوانات ديالهم. اللي باغيين يشدوا السبع شنو كيديروا؟ Les chasseurs portent des flambeaux allumés pour le mettre en fuite et le mettre dans leur filet où ils le captent. هي هاد الصورة. هاد الصورة هي اللي غتشرح لنا من جاو دوك السبوع، حيت هي سلطان المغرب كيهدي السبوعة حيين منين جاو، كيفاش كيتشد السبع. هذه الطريقة اللي كانت أزلية واللي كانت متبعة على مر العصور. كيديروا الشبكة في جهة وكيدوروا السبع من جهة أخرى وهازين العافية في إيديهم. السبع كيخاف من العافية كيحاول يهرب، كيطيح في الشبكة كيشدو حي. هادوما أجدادنا، هادوما اللي كانوا كيمشيو يشدوا السبع حي. هاد الطريقة هادي كانت متبعة من قبل 2000 سنة. شوف في الصورة شكون اللي خايف من الآخر. شوف الرمزية ديال السبع. السبع هو اللي مخلوع، السبع هو اللي هربان، وجدك هو اللي كان تابعه.
يمكن أننا في عصر السرعة وما بقيناش كناخدو الوقت أننا نتوقفوا ونفكروا. أفريقيا غير تهبط من مالي لتحت كل أسبوع حتى لجنوب أفريقيا. حاول تفكر اش من عرق ولا اش من إثنية ولا اش من قبيلة شفتيها أو سمعتي عليها هما اللي تابعين السبع. كنشوفوهم في البرامج الوثائقية. واش عمرك شفتي أو سمعتي شي حد في أفريقيا هو تابع السبع؟ ديما غتلقاهم هما اللي هربانين من السبع. السبوعة كاين في أفريقيا كلها، فقط أجدادك هما اللي كانوا كيديروها. خليك من أفريقيا، قطع جزيرة العرب. جزيرة العرب كان عندهم السبوعة، والدليل أنه السبع عاطينو شي 30 ولا 40 ولا 50 اسم مختلف. لو مرة واحدة في تاريخهم واحد شد سبع حي، كون راك كتقرا القصائد ديالو في التاسعة وحفظوهم لك، كون الشعر ديالو وداك الشيء اللي غادي التفاخر ديالهم، كون راك انت تاني تحافظ القصائد ديال هاد الخينا اللي شد سبع حي. ما كاينش. زيد مازال لهيه في الهند ما عندهم السبع ولكن عندهم النمر ما يعادله. اكبر مخرج ديال بوليود وديال دوك الافلام الهنديه العجيبه ما يقدرش يدير لك في الفيلم ان شاروخان غادي يتابع النمر، حتى واحد ما غيتيقو هو اللي ما يزعمش يديرها. ومع ذلك حنا ما كانش عندنا افلام هنديه كنشدوا فيها النمر ولا السبع، حنا كنا كنديروها بصح. زيد مازال طلع الفوق، روسيا فيها النمر، لو تيغر دو سيبيري. عمرك سمعتي شي روسي تابع نمر؟ سير الامازون تمر عندهم لي بيوما وعندهم حيوانات مفترسه. عمرك سمعتي شي واحد في غابه الامازون شاد نمر؟ راه يمكن هاد السرعه هادي باش غاديين ما كنتوقفوش ولا عرفوا القيمه ديال الحاجه اللي عندنا، ان جدك على مر العصور كان هو اللي تابع السبع. الا شفتوا الافلام اللي كيهضروا على روما قديما، الافلام ديال لي غلادياتور ولو سير وبنادم طارقين عليه السبع وسط لو سيرك وهو السيف كيضرب معاه، سول راسك منين جا داك السبع؟ اوروبا ما فيها سبوعه، روما ما فيها سبوعه، ما كانوا كيجيو. المغرب كان يصدر الاسود الى روما قبل 2000 سنه وموثقه في كتب التاريخ ديالهم. كانوا كيجيو الاسود من المغرب. شكون كان كيشدهم ويربطوا ويديروا في قفاز ويصيفطوا حتى لروما؟ جدك وجدي. على ما نكملوا هذا الفيديو هذا، حاولوا تدوروها في راسكم وقلبوا على شي اثنيه ولا شي قوم ولا شي عرق حاليا ولا قديما اللي سمعتوه او لا قريتوا عليه او اللي قالوا لكم بانه هو اللي كان تيتبع السبع. نرجعوا للقانون الامريكي. القانون الامريكي هو هذا. من بعد ذاك الصراع اللي كان ما بين الرؤساء الامريكيين كوينسي ادمز وفان بيرل، وصل الصراع الى الكونغرس الامريكي واصدر قانون لا زال يطبق الى اليوم على كل الرؤساء الامريكيين والسفراء الامريكيين والموظفين الامريكيين في الخارج. ممنوع قبول اي هديه يفوق ثمنها $390، حوالي 4000 درهم مغربيه. هذا القانون دونالد ترامب يطبق عليه. إذا توصل بهدية أيا كان نوعها، مباشرة بعد رجوعه إلى واشنطن يسلمها للخزينة العامة الأمريكية. هذوك الأصول ديال الأطلس اللي كان صيفط مولاي عبد الرحمن من وصول أمريكا ما عرفوا ما يديروا بهم. فنهاية القصة أنه تم بيعهم بالمزاد العلني لفئة الخزينة الأمريكية، وخدتهم شركة نقل بحرية بمبلغ $375. هادو ماشي أصول الأطلس الوحيدين اللي كانوا في أمريكا. هذه كارت بوستال ديال مدينة نيويورك سنة 1900. هذا هو أسد الأطلس الأخير اللي كان في أمريكان، كان اسمه سلطان، كان في حديقة الحيوانات ديال مدينة نيويورك. هذا كان من التاريخ. نشوفوا شنو كاين اليوم. هل انقرض أسد الأطلس؟ الجواب لا، والدليل ها هو قدامك في الشاشة. هذا من الموقع الرسمي ديال حديقة الحيوانات لوسو ديال بيلفاست إيرلندا. في إيرلندا عندهم 3 ديال أسود الأطلس ومسمينهم قيس وفيدا وطيبة. اش كيدير أسد الأطلس في إيرلندا؟ المغرب ما كانش كيصيفط الأسود فقط لأمريكا، جميع ملوك أوروبا توصلوا بأسود كهدايا من ملوك المغرب. البريطانيين حافظوا على السلالة اللي صيفطنا لهم. عندهم أسود في إيرلندا وعندهم في اسكتلندا وعندهم في الانجليز، والى اليوم تجرى دراسات بلا عدد على هذه الاسود هذه. فقط في جامعه كانت منذ اكثر من 50 سنه وهم يدرسون The Barbary Lion، دراسات حول الجينات ديالو. الصراحه البريطانيين عرفوا يحافظوا على الهدايا اللي عطيناهم. هذه قصاصه انباء من وكاله Associated Press، وكاله عالميه تعلن للعالم عن ميلاد 3 ديال الاشبال من سلالة أسد الأطلس في حديقة الحيوانات في جمهورية تشيك. هذه دراسة كان دارها بروفيسور ياباني، بروفيسور نوبويوكي ياماغوشي، حول أسد الأطلس. دراسة طويلة بتمويل من جامعة قطر. كان دار دراسة على خصائص أسد الأطلس وشنو هو الفرق بينه وبين الأسود الأخرى المتواجدة حول العالم، ودار دراسة ديال الجينات ديالو، وكان دار إحصاء جميع أسود الأطلس اللي كان لقى في هذاك الوقت حول العالم. حسب هذا البروفيسور هذا في هذاك الوقت كانوا أسود الأطلس في مدينة الرباط في حديقة الحيوان ديال تمارا، وكانت حديقة الحيوانات ديال الدار البيضاء اللي سدات ومازال كنتسناوها تحل هذه 50 عام في جمهورية تشيك وفرنسا في
أمريكا وفي ألمانيا وفي كوبا، وكوبا مازال إلى اليوم عندهم أسود الأطلس، في بريطانيا بطبيعة الحال، في النمسا، إسبانيا، سويسرا وسلوفاكيا. هادوما الأماكن اللي توصل لهم هو أن مازالين فيهم إلى اليوم يعني أسد الأطلس لم ينقرض. هناك دراسات داروها الألمان وداروها البريطانيين واليابانيين حول إمكانية إعادة أسد الأطلس بما أن عندهم سلالات منه إلى موطنه الطبيعي، يعني نجيبوا السبوعة ونطلقوه من واحد ديال الخنيفرة ولا ديال الأزرو ويرجع يعيش كيف ما كان. بطبيعة الحال مستحيل، لا داك السبع غادي يعرف يعيش في هذيك الغابة لأن التحجبة فيها ما بقات كيف ما كانت، ولا الناس ديال هذيك المنطقة غادي يعرفوا يتعايشوا مع السبع، ولا الحيوانات اللي كان أصلا كيصيدوا وكياكلوا بقاو، يعني مجرد دراسات ديال العلماء وصافي. أحسن حاجة أنهم حافظوا عليهم، حافظوا على النقاء ديال السلالة ديالو، وما زال إلى اليوم في العديد والعديد من حدائق الحيوانات حول العالم. هدفنا ما كانش هو نديروا دراسة بيولوجية ولا دراسة إيكولوجية على الأسد الأطلس لأن كلنا عارفين بأنه انقرض وما زال فقط في حدائق الحيوانات. حنا الهدف هو الرمزية ديال الأسد، هذوك جوج السبوعة اللي تما ويحمون العرش ويحمون المملكة، الرمزية ديالهم ماشي أسد مطلوق في الغابة، الرمزية ديالو هي هذاك اللي كان تيمشي للغابة ويشد هذاك الأسد ويديرو في قفز. المرة الجاية إن شاء الله ملي يكون لعب المنتخب الوطني وتسمى أسود الأطلس، بطبيعة الحال كلنا كنفتخروا بفريقنا الوطني، ولكن أسود الأطلس الحقيقيين ماشي هما 11 شخص لابسين توني وشورت وكيجريو من مورا بالون. أسود الأطلس الحقيقيين هما أجدادك اللي كانوا كيجريو من مورا السبع وكيشدوه أمانيو بدون سلاح. وبما أن البريطانيين اللي عندنا معاهم عديد الأشياء المشتركة عرفوا يحافظوا على الهدايا اللي عطيناهم، وعرفوا يحافظوا على السلالة النقية ديال الأسد الأطلس اللي هداهم سلطان المغرب، فهم أيضا عندهم هذه الميدالية هذه اللي كنت تكلمت عليها واللي كتلخص كل شيء. هذه كانت بمناسبة زيارة سفير المغرب إلى بريطانيا سنة 1600 وطبعوها وكاينة مازال في المتحف الملكي البريطاني إلى اليوم، نهتم بها. نون أجيت ماوري ياكوليس. الموريون لا يحتاجون رماحا ليحاربوا، الموريون لا يحتاجون رماحا ليحاربوا. علاش؟ لأن الموريين هما السلاح، ما محتاجش يكون عنده درون ولا عنده رمح باش يمشي يشد السبع، كيمشي يشدو بيدو. وأنا متأكد ومتفائل جدا أن الجينات والدم ديال هذوك أجدادكم اللي كانوا كيشدوا السبوعة بيديهم لا زالت تسري في عروقكم وستبقى في عروق أولادكم إن شاء الله. وإلا ما بانتش في هذا الجيل غتبان في الجيل اللي تابعوا أولا اللي تابعوا أولا اللي تابعوا، لأنها مسائل جينية، طبيعتنا هكا حنا دايرين وهكا غادي نبقاو. هذا جهدنا والله غالب. بارطاجي او ماكسيموم المغاربه يعرفوا شويه من تاريخ اجدادهم وشجاعتهم. بارطاجي الله يرحم لكم الوالدين. واللي ما مشتركش في القناه راه ما خسرتي والو، دير غير صبعك، راه سي غراتوي. تبارك الله عليكم وخليتكم على خير.